السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي جدا، لأول مرة يشوف القناة ما ينساش يعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلوا كل جديد مننا. طبعا زي ما قلت لكم بنبه عليكم في كل فيديو، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. النهارده ان شاء الله باذن الله هنفتح قراءة برج الاسد، وان شاء الله باذن الله خير ليك يا اسد. هنسمي ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف الطاقة النهارده هتقول لنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله على بركة الله. طيب بص يا برج الاسد، انت خلاص انت بدات الدنيا تزحزح من حواليك زي ما بنقول، او بدات ان انت يعني الدنيا تديك راحه او تبحبح معاك شويه، بتبحبح معاك سنه بسنه ما شاء الله عليك. خد خطوتك بقى يا برج الاسد. انت قاعد فوق، بص في انتظار شخص، تمام؟ في شخص انت متعلق بيه قوي يا برج الاسد، او شايفه هو كل حاجه. يمكن الناس اللي من حواليك شايفاه ان هو مش كويس او انسانه مش كويسه، ولكن انت متمسك بيه لابعد الحدود يعني، او شايفه ان هو المناسب ليك، او هو الله اعلم. هو برج الاسد دماغه ناشفه، يعني ما بيحبش حد يمشي كلامه عليه، وفي نفس الوقت يعني بيحب هو اللي يختار لنفسه، ما بيحبش حد يختار له، تمام؟ يعني حتى لو الشيء اللي قدامه ده حاجه غلط، ولكن هو يعني مقتنع بيه فبياخده، او ما بيقتنعش بكلام الناس قوي، بيحب ينفذ اللي في دماغه او كده، تمام؟ فالشخص اللي انت عينك عليه ده او في انتظاره، فانت يمكن على فكره مش مناسب ليك. يعني انا شايفه ان هو مش مناسب، لو كان مناسب هنقول تمام، ولكن هو هنا انا عايزه اقول لكم ان انا برج اسد، يعني انا طاقتي باخدها من هنا برضو، تمام؟ ففي حد هنا مش مناسب، انت في انتظار او قاعد في انتظار، او ممكن هو بيغيب وبيرجع لك تاني يا برج الاسد، ولكن هو مش حد مش كويس، يعني حد مش كويس خالص كمان، او طاقته مش حلوه يا برج الاسد ليك. فانتبه من الطاقه دي يا برج الاسد، حتى لو انت بتحبه ومقتنع بيه، ولكن اللي انا مش شايفاه قدامي بقول لك عليه، تمام؟ انتوا رحتوا مشوار وما تقضاش، او رحتوا مكان ورجعتوا مخجولين، او رحتوا مكان وما حصلكوش نصيب فيه، او انتوا كنتوا رايحين يعني تعملوا حاجه، وهو بس وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. ففعلا هو يعني الحمد لله خد الشر وراح، تمام؟ واذا انت زعلان او زعلانه من الحاجه اللي انتوا ما خدتهاش ديت، او مالكوش نصيب فيها، فتاكدوا ان ربنا هيعوضكم بالاحسن والافضل ان شاء الله باذن الله. وفي الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله، الفتره اللي جايه المقبله دي ان شاء الله باذن الله، عندكم شهرين ثلاثة وإن شاء الله بإذن الله هتسعد يا برج الأسد. شهرين ثلاثة وإن شاء الله بإذن الله هتلاقي يعني بشرة خير هتجيلك، بشرة خير هتجيلك. برج الأسد، أنت في شخص في حياتك محدش يعرف بيه إلا أنت، بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الأمر ده يعني حاجة ممكن تكون بتغضب ربنا، أو يعني حاجة مش كويسة، ولكن ده غلط. يعني لازم تترجع من اللي أنت بتعمله ده يا برج الأسد، وفورا. في طاقة بينك وبين حد يعني مش كويسة أبدا. يمكن علاقتكم في السر او محدش يعلم بيها غير كده، ولكن يعني يعني الطاقه دي مش حلوه، ولكن يعني نتراجع فيها لان الطاقه مش حلوه. فتراجع يعني في اسرع وقت ممكن، تمام؟ آه، طيب هو هنا طاقه سامه، طاقه سامه، وانت لازم تتخلص منها يا برج الاسد. ممكن تكون علاقة مش كويسة، علاقة يعني بص، يعني بص مقلقاك او موتراك، او بتعمل لك مشاكل، او مثلا بتخليك مش مظبوط، او مودك مش حلو. فالطاقة دي طاقة سامة، تمام؟ فاحنا هنتلاشى السموم ديت، اي حد يعني حد بيزعجك، بيعمل لك ازعاج، او علاقة انت مش مرتاح فيها، او حاسس ان انت مش لاقي نفسك في العلاقة، فانت اتخلص منها، تمام؟ برج الاسد، انت عندك طلوع، تمام؟ عندك طلوع، وان شاء الله باذن الله هتعلى في عندك طلوع، ودي يمكن انا شفتها لثالث مره لبرج الاسد. فعلى الله كله يا رب، ربنا يكرمكم ويوفقكم جميعا. في حد بيحب حد هنا قوي 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 لدرجه حب العشق، تمام؟ في حد انتوا قريبين من بعض وبتحبوا بعض، وبينكم حبل متصل بينكم، يعني انتوا بينكم اتصال او بينكم موده. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم. في اتنين بيحبوا بعض، وديت هتكمل بالجواز. اتنين يعني انت برج الاسد او انت امراه، ففي اتنين بيحبوا بعض، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني هيبقى في ارتباط. طيب هو فينا حد علاقته بحد مرتبط متجوز، يعني انت ممكن تكوني امراه وتعرفي شخص متجوز ومعاه اولاد كمان وزوجه.
يمكن انت راجل وتعرف امرأة، ولكن الامرأة دي متجوزة برضو، يعني في علاقة ثلاثية، والعلاقة المشكلة الثلاثية مش فاضية يعني مليانة. انت امرأة تعرف راجل مرتبط ومتجوز، او انت راجل وعارف امرأة برضو متجوزة، يعني مش فاضية، مش متاحة ليك للجواز، او انت برضو العلاقة اللي انت تعرفيها مش متاح ليك للارتباط. تمام. ولكن انتوا في بينكم هنا صلة كلام، وفي هنا سوء تفاهم. على فكرة السوء تفاهم ده ان شاء الله بإذن الله هيتصلح سوء التفاهم ده ان شاء الله بإذن الله. لو انتوا بينكم خصام او كده فان شاء الله بإذن الله ده هيتصلح السوء التفاهم ده. في هنا نقدر نقول انت بتبدأ تبني مستقبل يا برج الأسد، او خلاص بدأت تفوق وتبني بس انت بتبني بالراحة، او وضعك الحالي على قدك كده. فانت ان شاء الله بإذن الله هتكون اهوت. انت بتجمع فلوس يا برج الأسد عشان تفتح مشروع او حاجة. تمام. يعني انت او عايز تبقى ليك حاجة على فكرة متفرعة. تمام. فانت هتوصل يا برج الاسد اهو للقمه، هتوصل. بس طبعا يعني مش هقعد كده والرزق هيجيني والفلوس، ولا لا، انا هسعى وان شاء الله باذن ربنا هيديني على قد سعي. هتعب وربنا هيدينا على قد تعبي. تمام. فاي حد بيشقى او بيتعب يا جماعه في الاخر بيلاقي المقابل، صدقوني يعني. العيون عليك مفتحه قوي يا برج الاسد. انت شاغلهم او شاغل ناس كتير يا برج الاسد، شاغل ناس كتير لدرجه ان هم قاعدين مش شايفين غير برج الاسد قاعد حواليه، عايزين يعرفوا كال شرب نام صحي امتى مش عارف ايه. فده كويس جدا للطاقه. ما تقلقوش يا جماعه. بصوا اي حد شخص مهم لازم يلاقوا له ناس. انت لو لولا مهم مش هيبقى لك اعداء، او مالكش حد يشغل بالك بيه. فده حاجه كويسه لحد ذاته. تمام. بص يا برج الاسد، على فكره انا يعني هي طاقه الكلام او الكلام هو عامه. انت دلوقتي في هنا شيء بيبعد عنك، او حاجه مش كويسه بتبعد عنك. سبحان الله، زي ما يكون انت عندك حمايه من ربنا سبحانه وتعالى. فالله اعلم يعني اعدائك ملهيين في موضوع او حاجه تشغلهم وشغلهم قوي 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 قوي، يعني ضاغطين، يعني عندهم ضغط قوي. وانت كمان بالمره قاعد، يعني زي ما يكون انت بتكون مستقبل، او انت قاعد بتشوف نفسك او وضعك. تمام. على فكره يا برج الاسد، المطب اللي عندك ده انت شكلك بتعافر وبتعدي الصعب، ودماغك ناشفه لدرجه ان ممكن حد يقول لك ما تعملش ده وتروح تعمله غصب عن الكل. تمام. بس حاول عشان ما تقعش. انت بص، يمكن انت وقعت على فكره، بس انت عافرت وطلعت برضو. يعني انت وقعت فعلا، ويمكن خسرت شيء حلو قوي في حياتك. خسرت شغل، خسرت مبلغ من المال، خسرت زوجه، خسرت زوج، خسرت حاجه. ولكن بدأتوا خلاص يعني تعدوها وتطلعوا منها، صح كده؟ طالع انت للصعود يا برج الاسد. فما شاء الله عليك. على فكره طالع لوحدك، معنى كده ان انتوا بتبنوا مستقبل لوحدكم، مفيش حد معاكم او مفيش حد ايده في ايدكم. تمام. فزي ما بنقول كده انت ماسك ايدك بنفسك، او قابض يعني حياتك كلها بقبضه واحده. مفيش حد معاك شريك ليك، او محدش معاك ان هو يسندك بعد ربنا سبحانه وتعالى. تمام. عندكم الاسد، وانت عشان برج الاسد وانت اسد وبتجري بقوه، يعني معنى كده انك انت اصلا يعني عارف اعدائك وبتعافر وبتقف قدام اي صعوبات. فده ما شاء الله طاقه حلوه برضه يا برج الاسد. انا دايما احب الناس اللي عندها عزيمه وما بحبش الانهزام، وده كويس جدا لبرج الاسد. برج الاسد عندك امراه هنا، يعني بص النكد اتخلق عشانها، نكديه لدرجه السنين، او بتتكلم اكتر ما بتاكل. يعني بتتكلم اكتر ما بتاكل وكلامها كتير، وبصي يعني مش شاطره غير في الكلام بس كده، وما شاء الله عليها. يعني ممكن بتبذق الكلام، كلام بذيء من بقها. يعني ممكن يعني في هتك العرض او الكلام اللي يخلي الواحد اللي قدامه يعني يجيب ما اخره خالص، بيطلع اخر الشخص اللي قدامه. ولكن دي امرأة يا برج الأسد، فأنت حذر من الامرأة دي، لو كانت زوجتك، لو كانت أختك، لو كانت مين، بس هي تقريبا زوجتك أنت يا برج الأسد. فمن الواضح إن هي قاعدة يعني عاملة نفسها إن أنت مش في البال، ولكن هي مشغولة وعايزة تعرف كل حاجة عنك وعن اللي حواليك. ولكن هي قاعدة بس هي مكسورة أو حاسة إن هي ناقصها أشياء كتيرة وبتكملها، ولكن مش عارفة تكملها. تمام. لأن عندها نقص كتير كتير جدا جدا في حياتها. فربنا يا رب يعني يصلح حال الجميع ويبعدها عنكم. امرأة برج الأسد، في حد هنا معجب بيك بالشغل بتاعك، أو معجب بشخصيتك ومعجب جدا جدا. وعلى فكرة ليك معجبين كتير يا امرأة برج الأسد. يعني بس يعني في عندك يمكن شيالة الهموم مخلياك انك مش ملتفتة لحد، او مش شايفة حد جنبك او قدامك.
على فكره في ناس هنا بتحبك قوي لدرجه ان هي بتحب تقدم لك الخدمه قبل النصيحه، لان انت مش محتاجه نصيحه يا امراء برج الاسد، شايفه مستقبلك كويس، او يعني يمكن بتنصحي الناس، ولكن انت احيانا في وضع يعني محتاج ان حد يحتويكي كامراه. تمام. فما تزعلوش من الطاقه ديت. احتواء كزوجة او امرأة، يعني حد يحسسك بانك انت امرأة، او تعبتي او شقيتي او كده، ولكن انت اللي قافلة كل البيبان ديت، مقفلاها، ولكن ان شاء الله باذن الله هتتفتح. في حد هيكون في حد يا امرأة برج الاسد عفوا، في حد شخص هنا يمكن هو بابك مقفول على فكره، انت قافله الباب، لكن في حد واحده يفتح لك الباب ده. بس ادي فرصه للي بيحبوكي ان يديكوا، خدي فرصه يا مرات برج الاسد، ادي للي قدامك فرصه. تمام. يعني ادي لنفسك فرصه، او بحبحي على نفسك. تمام. في هنا الشراكه، والشراكه ديت يعني فيها انتوا هتفسخوها قريب. الشراكه اللي بينك وبين حد دي فيها خلاص، يعني خلاص مش هتكمل. تمام. كل يعني الشراكه دي هتتفسخ خلاص، يعني في عقد هتتفسخ على فكره، في عقد بس مش عقد زواج، العقد ده عقد شراكه. تمام. في عندكم ارتباط على فكره، في ارتباط رسمي او اعلان رسمي، يمكن انتوا كنتوا مرتبطين يعني متجوزين في السر، علاقتكم كانت في السر، ولكن خلاص هيبقى في رسمي. وفي هنا ورق عرفي، يعني على فكره في ناس هنا من الطاقه ديت بتسمعني متجوزه جواز عرفي مش شرع قدام الناس، ولكن هو في اعلان، يعني هيبقى في هتعلنوا على الارتباط ده، فممكن يكون جوازكم هيبقى رسمي بقى قدام الناس او كده، الله اعلم. فعلى خير ان شاء الله باذن الله لامراه او راجل برج الاسد. برج الاسد، انت زعلان من حد ومخنوق قوي، وبص يعني مش عارف توصل لحد. تمام. او راجل هنا برج الاسد نفسه في امراه، يعني هي جميله، او شايف ان هي مستواها اعلى منه. تمام. ولكن هو يعني هي معجبه بشخصيتك على فكره يا برج الاسد. هنا على فكره الامراه اللي انت معجب بها قوي، او اللي انت شايف ان هي ممكن تكون اعلى منك مستقبل، يعني مكان مركز او ولكن هي معجبه بيك بشخصيتك. تمام. ولكن هنا راجل برج الاسد يعني شايفه ان هي اعلى منه مستوى بالفعل، يعني هي عاليه جدا وانت يعني تحت شويه، ولكن هو العلو بقى يعني مش شرط ان يكون حد، ولكن هي فوق وانت يعني تحت شويه. فانت الطاقه دي يعني معناتها كده ان في حد اعلى منك مستوى ممكن. تمام. ولكن انتوا عينكم على بعض، بس انتوا مش طايلين بعض. تمام. يعني العلاقه مش قريبه من بعض قوي. تمام. لو حد قال لي ده ممكن، لا ده من نفس المستوى بس مش مناسب، مش يمكن، مش الطاقه دي اللي اتفتحت ليكم. تمام. في شخص هنا مناسب ليك قوي يا برج الاسد، او انت شايفه مناسب ليك، وعلى فكره انتوا الاثنين يمكن فاهمين بعض قوي او كده، يعني متفاهمين قوي مع بعض. تمام. ولكن بيحصل يعني اول ما بتسمع كلام من هنا او من هنا، بتحس ان زي ما يكون في حد بيدخل ما بينكم بيفرقكم عن بعض، او بتحس ان العلاقه لوحدها بتبعدوا عن بعض. تمام. في هنا الروس هتتساوى، في هنا الروس هتتساوى، كلمه يساوي يعني معنى كده ان انت في امور عندك هتتساوى، او الروس هتتساوى يا برج الاسد. في حد ظلمك زمان وانت شفت الظلم ده بعينك، ولسه كمان بيتظلم يا برج الاسد. اعدائك اللي كانوا ليك او اللي هم هنوك او اتكلموا عنك في عرضك او في شرفك او اتكلموا عنك، هم دلوقتي حالا يعني قاعدين في وضع لا حول ولا قوه الا بالله. على فكره في حد هنا مريض او بيعاني او بيروح لدكتور اكتر من مره وبيتعالج، ولكن يعني بص انت دعيت والدعوه استجابت فيهم يا برج الاسد. اتظلمتم وبكيتم بكى جامد قوي، والبكا ده يعني او حقك ما راحش يا برج الاسد، حقك محفوظ، ودعواتك استجابت يا برج الاسد، ايا كانت الدعوات اللي انت دعيتها فاستجابت. في حد سابكوا زمان ورجع لكم يا برج الاسد، لو في شخص سابك من فتره فهو رجع تاني، ورجع بقى ايه، هي يعني معلش حقك عليا مش عارف ايه، ده كان الظروف، ده كان الجوابات، ده كان، فهو هيجيلك بحته المسكنه. فانت كامراه تاخدوا حذرك، لان الشخص ده داخل وجاي يعني قال لك ايه، هي قاعده ومستنياني فهتاخدني في حضنها يعني. لا ما تخليكيش انت القلب الحنان اللي يطبطب طول الوقت، ما تخلي لك انك انت ست شجاعه، شخصيتك قويه،
ما تحاوليش انك ترجعي للشخص اللي سابك او تخلى عنك في وقت ايه يعني جرحك فيه، لان من الواضح ان فينا جروح كتير او تسببتوا لجروح كتير او حبيتوا اكتر من مره، ولكن الحب ما جابش نتيجه معاكم. وفي ناس بقى ما تعرفش اصلا معنى الحب في الطاقه دي، يعني في حد هنا مش عارف معنى الحب او عارف معنى الحب ولكن مش منفتح قلبه للحب، قافله خالص، قافله كأن مفيش قلب اصلا. ناس كتير بتقول عليك يا برج الاسد انك قلبك جامد او ما بتحبش او قلبك جاحد، ولكن هم ما يعرفوش حاجة عن الحب اصلا. يعني الحب ده حب احساس وعطاء، ولكن هم هنا حاسين يعني او شايفينك انك حد مش مالكش في الحب، ولكن انت حد شخص جميل جدا. يعني بص بتنظم حياتك مش همجي، يعني عايز كل حاجة ترسمها كده، بترسم الحياة قبل ما تدخل فيها برج الاسد، صح كده؟ يعني انت حتى لما بتيجي ترتبط بشخص او بشخص، لو انت راجل او امرأة بتسمعين، بتقولي طب انا لما هتجوز لازم يكون شقتي تبقى كذا، طب الشخص يكون كذا، بترسموا الحياة اللي هتعيشوها قبل ما تبتدوها. يعني في ناس هنا مركزة أوي في ان هي تدخل حد في حياتها، طب لما نتجوز طب ايه اللي هيحصل، طب لو انا اتجوزت شخص مثلا طب الشخص ده يكون مناسب ليا، طب لو هو مرتبط مثلا بزوجة تانية او ارمل مثلا او مطلق او جاي يتجوزنا على زوجته، او حتى لو انت راجل برج الاسد فانتوا بتقعدوا تحسبوها. في ناس بتحسبها جدا جدا هنا قاعده يعني شغاله بس تحسب ايه اللي يضير بيها هنا. برج الاسد انت شكلك بتلعب رياضه او بتلعب بتشيل حديد او كده، تمام؟ فانت في جيم، وفي حد هنا معجب بيك قوي يا برج الاسد. برج الاسد حد معجب بيكوا قوي على فكره. في حد عارف ان انتوا ناس يعني سهلين في العلاقة او كده، او يعني اي حد يقرب منكم يعني او شايف ان انتم عادي بالنسبة لكم يا برج الاسد، سهلين انه حد يدخل العلاقة ويخرج وكده. لكن لا، ده انت هنا مركزة قوي وعارفة وعاملة حدود، عاملة حدود للعلاقات. بصي يا امراض برج الاسد، انت في عندك طموح وعلى فكره هتتحقق عن قريب. في ناس مقدمه على قرض مقدمه انت على قرض او انت مقدم على قرض، هيتقبل ان شاء الله باذن الله. القرض ده هيتقبل، او حد تبعك مقدم على قرض، الله اعلم. يعني انا ده يعني مش عارفه، هي موضوع القروض ده بصراحه مش عارفه يعني تجيلي في الطاقه، ولكن يلا الحمد لله، ربنا يسد دينكم يا رب ويصلح حالكم. آم، على فكره في ناس عايزه تقرب منك يا برج الاسد قوي، في ناس عايزه تقرب منك وتصاحبك او تكلمك او كده، ولكن انت بص ولا شاغل بالك باي حاجه. والمشكله انك انت عارف وفاهم لكن انت يعني مكبر دماغك، رامي كله ورا ظهرك. برافو عليك. انت بص قاعد كده زي الحاجه العاليه قوي قوي، بوصفها لكم والله العظيم وربنا شاهد وكيل عليا. فانت زي ما يكون قاعد كده فوق العالي وقاعد تتفرج على الناس اللي قاعده تحت، وهتشوف بقى مين الغلطان ومين المظلوم ومين الظالم، والاخر هتنزل بقوتك تحت وهتقف كده قدام كل ده، وهتوقف كل واحد عند حد، لان انت واقف كانك انت الحياه دي قدامك مرسومه وانت واقف فوق 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 متفرج. على فكره في حد له هيبه قوي قوي قوي، وفي حد بيسمع له الكلام. وفي شخص هنا بقى يعني بصوا معايش زوجته او حبيبته او خطيبته بصي يعني معلقه كده من رقبتها، ولكن هي بتحبه جدا جدا جدا. يعني بصي راجل برج الاسد، انت حبيبتك بتحبك جدا او خطيبتك او زوجتك بتحبك جدا جدا، ولكن انت معكنن عليها. مع ان برج الاسد رومانسي، المفروض ان هو رومانسي، وبرج الاسد حنين، وبرج الاسد، ولكن برج الاسد بمزاجه مزاجنجي. يعني مش انت هتيجي تمشي كلامك عليا وانا هسمح لك، لا، انا بمزاجي وكده. فانت ملك حد هنا وعارف متاكد ان انت ملكه يا برج الاسد، وعمال تضغط وتتكى تضغط وتتكى، فبالراحه على نفسك وعلى اللي انت شريكة حياتك يا برج الاسد. الاشاره ديت او التحذير ده الراجل برج الاسد عشان ما يستغلهاش الظروف. هنا امراض برج الاسد يعني بص يعني عايزه اقول لكم ان هي قاعده بص في دوامه، والله العظيم دوامه. في البعض منكم مش كله يعني قاعده في دوامه وقاعده بتقول يا رب، يعني يا رب، يعني هي بتبدا حلم وان شاء الله باذن الله يتحقق ليك يا امراض برج الاسد. يا رب انا اكون انا منهم يا رب في الطاقه دي يا رب، اللهم امين. عندكم حلم وبيتحقق يا برج الاسد، على الله كله ان شاء الله باذن الله هتوصل لحلمك، حلمك هيوصل، يعني هتوصل. انت يمكن كلامك مسموع او بتدي اوامر والناس بتاخدها او بتطبق اللي انت بتقوله، فما شاء الله عليك انت محبوب يا برج الاسد. كاريزمتك حلوه مخليه الناس اللي قدامك تحبك، او انت فكاهي ووقت الغضب غضبان وقت الزعل زعلان. يعني انت بص يعني ما شاء الله عليك كاريزمتك حلوه،
فاللي بيقعد معاك بيبقى مبسوط بقعدتك، فرحان بقعدتك باللمه بتاعتك، بتحط مود كده تخلي اللي قدامك ياخد موده حلو، تعيشه في مود حلو. تمام. بس اللي بيتعلق ببرج الاسد يا ويله ويا سواد ويله، لان برج الاسد كرامته فوق كل شيء. فاللي بيحب حد برج الاسد يا هناه والله العظيم، ويا هنا اللي يحب برج الاسد يعني يعني يمتلك قلب برج الاسد، لان مش عشان هو اسد ولا كده، لكن والله العظيم هو طيب وعنده حته الحب الامتلاك يعني. او انا حبيت شخص هحبه وهقدره وهخاف عليه وهخليه هو كل حياتي، مش هشوف غيره. تمام. ولكن انا الطاقات هنا حلوه ما شاء الله، يعني يمكن فاتحه معايا على العاطفه بس مش عارفه ليه، يعني انا مش شايفه امور تانية غير العاطفه. ان اول مره افتح طاقه وتفتح معايا على العاطفه، لو تلاحظوا كده كلها علاقه حب، ارتباط، يعني ممكن يكون اللي هيسمعني في الفيديو ده كان محتاج ان هو يسمع عن العاطفة، او يسمع علاقته ايه بالحبيب تبعه او بالحبيبة تبعه، الله اعلم الله اعلم. لكن ده اللي اتفتح قدامي، وانا يعني حبيت ان انا اقول الطاقة. من انا مش عارفة اصلا لحد دلوقتي الطاقة فتحت معايا كده ازاي. طبعا انا هكتفي النهارده ببرج الاسد. اتمنى القراءه تكون انطبقت على اللي بيسمعوني، واللي ما انطبقش على الفيديو ده ينطبق على الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. ويا رب ما يكونوا ما نسيتوش اللايك، واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.